السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية. وحسب آخر الأخبار من إسبانيا، حين شهد الدوري الإسباني يوم أمس مشاركة جديدة للاعب المنتخب الوطني الجزائري سابقا لفئة أقل من 18 سنة، والمنتخب الإسباني حاليا اللاعب الشاب وسيم قدري مع ناديه الحالي نادي إسبانيول الإسباني، مع العلم بأن زملاء اللاعب قادري صاحب 18 سنة لعبوا مباراتهم لحساب الجولة 22 من الدوري الإسباني ضد نادي إلتشي الإسباني وخارج أرضية ميدانهم، تمكنوا خلالها من تحقيق فوز ثامن خارج أرضية الميدان بتسجيلهم للهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 92. كما يجدر بالذكر بأن اللاعب صاحب الأصول الجزائرية شارك خلال تلك المباراة كبديل بداية من الدقيقة 77، أبان خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة على مستوى مقبول ودون ارتكابه لأي أخطاء دفاعية. وللتذكير فإن هذا اللاعب الشاب سبق له المشاركة مع الفريق الأول لنادي إسبانيول الإسباني خلال الموسم الحالي في 10 مباريات وبفترة زمنية مقدرة ل 501 دقيقة حتى الآن. والشيء الأكيد بأن اللاعب وسيم قدري سيكون واحد من بين أبرز اللاعبين والمواهب الشابة في الدوري الإسباني مستقبلا، وعلى الاتحادية الجزائرية التحرك مبكرا من أجل قطع الطريق على الاتحادية الإسبانية من أجل الظفر بخدمات هذا اللاعب الشاب الذي يمتلك إمكانيات بدنية وفنية كبيرة تسمح له باللعب في أعرق النوادي الأوروبية مستقبلا. سلام.